كتعرف امتى الانسان كيبدا كيطيح من الداخل ديالو، ماشي مين كيفشل في شي حلم او لا مين كيخسر في شي حاجه في حياته، ولكن كيطيح مين كيكون كيحارب وهو خاوي من الداخل. عايشين في واحد الزمان اللي كيمجد العيا والسهر والخدمه بلا توقف. قول هاد الشيء راه مذكور عندنا في القرآن. تا ولات الراحة عند شي ناس كيعتبروها كسل او لا شي ذنب كبير كترتكبو في راسك، ولكن الحقيقة مختلفة نهائيا على المعتقدات ديالنا. حتى اقوى واحد فينا محتاج يرتاح ويهضر شوية مع راسو، شوف في حياته واش راه عايشها او لا خدام بحال شي روبوت بلا توقف. الاسد راه كيرتاح وكينعس باش يسترجع القوة ديالو وباش يقدر يصيد مرة اخرى. راه حتى قلبك كيرتاح كياخد واحد بوز ما بين دقة ودقة. وكيفاش نتايا ما بغيتيش ترتاح يا ابن ادم؟ الاحتراق النفسي راه ماشي كيجي في خطرة وحدة او لا كيعلم ليك باللي راه جاي باش نتايا توجد راسك، فراه العكس كيجي بشويه مور شويه. اول حاجه كتبدا تفتقد الشغف ديالك في الماكله وفي النعاس وفي لونطريمو ديالك الا كنت كتريني. ثاني حاجه كتولي باغي ترتاح ولكن داك الروبوت اللي فيك لداخل ما كيخليكش ترتاح. ثالث حاجه غادي تولي كتعصب بزاف وغادي يوليو المشاكل مع العائله ديالك. غادي تبقى كتحس براسك بانك ماشي انت اللي صايق حياتك، انت داير الصمتة وراكب اللور وساكت، كتشوف في الحرب في الداخل ديالك ولكن انت ما قادر دير حتى شي حاجة. كتهرب عند شي واحد كتعرفه سواء كان الصديق ديالك او لا الاخ او لا شي واحد كتبغيه اللي كتبغي تشكيلو الهم ديالك، كيقول لك زيد خدم على راسك وزير راسك واعطي اللي في جهد. في بلاصة ما يطفي داك الحرب اللي في الداخل ديالك كيزيد عاد يشعلها. ودابا اخويا ستوب، خاصنا نعرفوا الحقيقة. الراحة ماشي هي الهروب، الراحة هي إعادة القوة، هي جزء من طريق النجاح. ذكر مزيان بأن السيف إلا بقى خدام بدون ما يوقف راه غادي يحفى وغادي يتهرس. العقل إلا بقى خدام واحد المدة تحت الضغط الكبير راه غادي يطيح. دابا حاول تنقص من أي حاجة كديرها في النهار ديالك. إلا كنت خدام 8 السوايع نقص الخدمة، خدم غير 4 السوايع. إلا كنت كتنعس 5 السوايع زيد تبقى تنعس 8 السوايع. إلا كنت كتريني يوميا نقص لونطريمون تريني غير 4 أيام في السيمانة. هنايا غادي تبدا تولي لحياتك الطبيعية، غادي ينقص ستريس وغادي ينقص المشاكل وغادي يرجع ليك داك الشغف للخدمة وغادي يولي ليك داك الحب للعائلة ديالك ولحياتك. وتما غادي تولي للطبيعة ديالك، ما غادي تولي واحد الانسان اللي حر في الافكار ديالو، تولي نتايا اللي صايق حياتك ماشي كزبون راكب اللور وداير الصمتة وساكت. دابا بدا من بعد هذا الفيديو حاول تنقص في الخدمة وحاول تعطي الراحة لراسك. دابا كتبوا لي في لي كومونتيرات واش نتايا اللي راك صايق حياتك او لا كزبون راكب اللور وداير الصمتة. متنساش شي فولو لهاد القناة باش تزيد بك لقدام. وحبك في الله. stay hard.